اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من وجودك. سر الفراغ النفسي اللي هيكسر كبريائه. اهلا بكم في قاعدة نفسية كونية بتقول الحاجة اللي بتتوفر بكثرة بتفقد قيمتها. لما بتقدم كل حاجة ببلاش، اهتمامك ووقتك مشاعرك طاقتك، الطرف التاني بيبدأ يتعامل مع وجودك على انه حق مكتسب او فرض واجب مش محتاج يبذل مجهود عشان يحافظ عليه. فأنا النهاردة مش جاية أقولك كلام حماسي وخلاص، أنا جاية أكلمك بمنطق علم النفس وعمق العلاقات ومن قلب الوجع اللي بجد. الجملة اللي بنسمعها دايما اللي ما يعرفش قيمتك احرمه من وجودك، دي مش مجرد جملة كبرياء أو تلقيح كلام، دي استراتيجية نفسية لإنقاذ ما تبقى من كرامتك ونفسيتك وإعادة ترتيب موازين القوة في العلاقة. فلو حاسس انك بقيت شخص مضمون او ان وجودك بقى تقيل او انك بتتحايل عشان تاخد مكانتك، فالفيديو ده معمول عشانك. اسمعني للاخر لان الكلام اللي هقوله لك في ال 12 دقيقة او ال 10 دقايق او ال7 دقايق ايا يكون طول الفيديو هيغير طريقتك في ادارة اي علاقة في حياتك. عشان نعرف نحرمه صح لازم نفهم الاول هو ليه وصل للمرحلة دي. في علم النفس في مفهوم اسمه الاعتياد والتشبع. متلازمة الشخص المضمون، لما الطرف التاني بيتأكد 100% انك مستحيل تمشي مهما عمل ومهما اهمل، بيبدأ عقله الباطن يقلل من قيمتك. الانسان بطبعه كائن صياد بيعشق السعي وراء الحاجات اللي صعب يوصل لها، فلما تبقى متاح طول الوقت الشغف بيموت. رقم 2، عقدة الاستحقاق المزيف. كتر العطاء بدون مقابل بيخلي الطرف التاني يشوف نفسه أعلى منك، بيبدأ يصدق إنه يستاهل كل اللي بتعمله لمجرد إنه موجود، وإنك بتعمل كده لإنك ملكش قيمة من غيره. رقم 3، قلب الأدوار. بدل ما تكون أنت الجايزة اللي هو بيحاول يحافظ عليها، بتتحول أنت الشخص اللي بيطارد وبيستدي الاهتمام، وهنا بتحصل الفجوة الكبيرة اللي بتوجع القلب. في قاعدة ذهبية بتقول العطاء بلا حدود هو تصريح مفتوح للطرف الآخر بقلة التقدير. يعني ايه احرمه من وجودي؟ هل معناه الخناق، الزعيق، البلوك؟ لا خالص. الانسحاب اللي بنبرة غضب او عتاب بيبان انك ضعيف وبتكون محاولة لجذب الانتباه. الطرف التاني بيفهم انك بتعمل كده عشان يصالحك او يجري وراك، فيعمل ايه؟ يتجاهلك اكتر عشان يكسر كبريائك. الحرمان الحقيقي هو الانسحاب الصامت الهادي، الانسحاب الذكي اللي بنسميه في اللايف كوتشنج التحول الديناميكي الانيق. حرمان من الوصول السهل، مش كل مكالمة تترد عليها في نفس الثانية، مش كل رسالة بتتشاف السين بتاعها ويترد عليها بحكايات وروايات. حرمان من الدعم المطلق، لما يلاقيك دايما جاهز تحل مشاكله وتسمع همومه وهو مش موجود في همومك، هنا لازم تتراجع خطوتين لورا. حرمان من طاقة الاهتمام، الطاقة اللي كنت بتوجهها ليه عشان تسعده او تطمن عليه اسحبها فورا، وجهها لنفسك، لشغلك، لشكلك، لنجاحك. لما بتسحب طاقتك دي بيحصل عنده صدمة فراغ طاقي مفاجئ، فجأة المكان اللي كان دافي ومليان اهتمام بقى بارد ومجهول. هنا بيبدأ يفوق ويحس بقيمتك اللي كانت مغطيه. عشان تطبق ده صح ومن غير ما تغلط، ركز معايا في ال3 خطوات اللي جايين دول. والخطوة الأولى، توقف عن العتاب، صيام الكلام. العتاب مع شخص مش مقدرك هو شحاتة اهتمام. لما بتعاتبه كأنك بتقوله أنا زعلان عشان أنت مش مهتم بيا، فأرجوك اهتم. من النهاردة لا عتاب، لا لوم، لا تبرير. ولو سألك مالك، الإجابة بتكون بابتسامة هادية، مفيش مشغول شوية في حياتي. الغموض هو أول خطوة لاستعادة الهبة. الخطوة التانية، ارفع قيمة وقتك. الشخص اللي ما يعرفش قيمتك لازم يعرف ان وقتك غالي ومش متاح ليه بمزاجه. لما يقرر يكلمك او لما يقرر يشوفك بعد اهمال طويل، ما تفتحش دراعاتك وتقول له اخيرا اهلا وسهلا وحشتني اشتقنا لك، لك وحش عاش من شافك. بلاش كل ده.
هنعتذر بلطف، والله مشغول الفترة دي، عندي مشاوير، ورايا كورس، مركز في حاجات بتخص الشغل. خليه يفهم ان قطار حياتك ماشي وهو اللي واقف في المحطة بيتفرج. الخطوة الثالثة، الاستثمار الفاخر في الذات. الحرمان مش هينجح لو انت قاعد حاطط ايدك على خدك ومستني يشوف البلوك او الغياب. الحرمان الحقيقي انك تختفي وتظهر بنسخة اقوى واجمل. اشتغل على كاريزمتك، انزل الجيم، طور مهاراتك، اظهر في ابهى صورة ليك. لما يشوف ان غيابه او اهماله ما كسركش بل بالعكس خلاك تزدهر اكتر، هنا الرعب الحقيقي بيدخل قلبه. في نهاية الفيديو ده حابة اقول لك حاجة من قلبي وعن تجربة طويلة في تحليل العلاقات. انت مش قليل، انت بس في المكان الغلط او مع الشخص الغلط. لما ربنا خلقك غالي ومكرم، ما تسمحش لأي إنسان مهما كانت مكانته في قلبك أن يحسسك إنك زيادة عدد أو إن وجودك في حياته مجرد تحصيل حاصل أو حاجة مركونة على الرف. اللي ما يعرفش قيمتك حرمانه مش قسوة منك، ده عدل، ده رد فعل طبيعي لإهماله. انت بتعلم الناس ازاي يتعاملوا معاك من خلال طريقتك في التعامل مع نفسك. فلو رخصت نفسك هيسترخصوك، ولو غليت نفسك اللي عايزك بجد هيضطر يدفع تمن غلاوتك من احترامه وتقديره واهتمامه. احرمهم من وجودك وسيب الفراغ يعلمهم مين انت. ولو عجبك التحليل النفسي وحسيته ان لمس قلبك، ما تنساش تعمل لايك وتشتركوا في القناة واكتب لي في الكومنتات بكل صراحة هل جربتوا قبل كده الحرمان النفسي مع شخص وايه اللي حصل. اشوفكم في الفيديو الجاي.